عشان نختار العملية المناسبة لمريض السمنة في كذا نقطة كده لازم نحددها الأول قبل ما نختار العملية. أول نقطة هي عبارة عن تحديد كتلة الجسم، كتلة جسم المريض ده. كل ما كانت كتلة الجسم بتاعته كبيرة كل ما بقى تحويل المسار له أحسن من عملية التكميم. النقطة الثانية طريقة أكله، طريقة غذائه. هل هو عنده نهم كبير للحلويات والشوكولاتات والكلام ده، ولا هو مجرد إن هو بيحب الأكل بس؟ لو كان عنده نهم للحلويات والكلام ده فبرضه هيبقى عملية تحويل المسار هي أفضل له بكتير من عملية التكميم. النقطة الثالثة، هل المريض ده هو بيعاني من أمراض مزمنة زي مرض السكر ومرض الضغط والأمراض القلب؟ في هذه الحالة برضه للأسف بيبقى تحويل المسار هو الاختيار الصح له. الأمراض دي بتقل بنسبة كبيرة وبتتحسن بنسبة كبيرة جدا مع تحويل المسار مش التكميم. النقطة الأخيرة وهي إن هل المريض ده بيعاني من مرض ارتجاع المريء أو فتح الحاجات حاجز ولا لا؟ طول ما العيان بيعاني من ارتجاع المريء برضه هيكون تحويل المسار هو هيكون الاختيار الأنسب له وليس التكميم. يعني التكميم دوت مناسب جدا للأوزان القليلة، عيان ما عندوش أمراض مزمنة، عيان ما عندوش ارتجاع مريء، يعني عيان الأكل بالنسبة له اللي هو نهم الأكل العادي، ما بيحبش الحلويات أو السكريات أو الكلام ده.